بعد نكسة 1967 مصر دخلت حالة تقيلة كده، مش مجرد هزيمة وخلاص، لا، دي كانت صدمة في كل بيت. الناس اللي كانت دايما بتضحك وتهزر بقت ساكتة بشكل يخوف. الشوارع هادية والعيون مليانة وجع، وكأن البلد كلها بتتنفس بصعوبة. في وسط الجو ده كان في ناس في الجبهة عايشين أصعب لحظات ممكن بشر يشوفها. جندي شايف صاحبه بيقع جنبه ومش قادر يعمل حاجة، وضابط بيحاول بيلملم اللي باقي من حواليه، وكلهم كانوا محتاجين كلمة تطمنهم إن في بكرة لسه موجود. بس زي ما بيحصل دايما وقت الأزمات، الناس مش كلها بتختار نفس الطريق. في اللي بيقف مع بلده، وفي اللي بيبدأ يلف ويشوف مصلحته في مكان تاني خالص. ومن هنا تبدأ حكايتنا مع يوسف سمير سرحان. ونقول الحكاية من أولها. نرجع بقى لبداية الحكاية، وتحديداً سنة 1945. في حي رود الفرج بالقاهرة اتولد يوسف سمير سرحان، شاب عادي جداً من أسرة بسيطة زي آلاف الشباب في الوقت ده. كبر يوسف في بيئة مش مرفهة، بس زي أي شاب مصري عنده طموح إنه يطلع حاجة ويعمل اسم لنفسه. دخل جامعة القاهرة والتحق بكلية الآداب، ومن هنا بدأت ملامح شخصيته تبان شوية بشوية. يوسف ما كانش طالب تقليدي، يعني مش من النوع اللي يروح يسمع المحاضرة ويرجع وخلاص، لا، ده كان عنده حتة مختلفة. كان بيحب يكتب شعر، مقالات، وحتى مقالات درامية للإذاعة. ببساطة كده القلم كانت لعبته. وأثناء دراسته موهبته بدأت تكبر، وبقى عنده إحساس إنه ممكن يعيش من الكتابة. بعد ما اتخرج بدأ رحلة اللف الشهيرة بتاعت أي شاب عايز شغل، جرايد، مجلات، إذاعات، يخبط هنا ويجرب هناك، مرة يتقبل، 10 يترفض، عادي جدا، لحد ما الحظ ابتسم له أخيرا وقدر يلاقي فرصة في إذاعة الشرق الأوسط. وهنا بقى حس إنه بدأ يحط رجله على أول السلم. اشتغل في كتابة المقالات وقدم شغل شعري، وكمان دخل في سكة المسلسلات الإذاعية. يعني باختصار كان بيجرب في كل حاجة ليها علاقة بالكلام والتأثير. المهم، فضل يوسف سمير سرحان شغال في الكتابة ومقالاته في الإذاعة لحد ما وصلنا لأول شهر مايو سنة 1967. كان لسه متجوز زوجته الأولى نبوية إبراهيم، وبدأ يفكر إنه يكون بيت ويعيش حياة مستقرة. أخد شقة بسيطة في بيت خاله، يعني إمكانيات على قد الحال، بس كان شايف إن ده بداية الطريق. ويمكن كان في دماغه وقتها إن الدنيا هتهدى وإنه أخيراً هيبدأ صفحة مستقرة. بس واضح إن الاستقرار كان واخد أجازة مفتوحة في الفترة دي. بعد الجواز بأسبوعين تقريباً قامت حرب يونيو 1967، والدنيا كلها اتقلبت مرة واحدة. البلد دخلت في حالة طوارئ واستنفار، وكل واحد بقى بيدور على دور يقدمه، كبير أو صغير. يوسف قرر وقتها يتطوع ضمن قوات الجيش الشعبي، وده كان نوع من الدعم المدني للمجهود الحربي، وتوزع على منطقة اسمها الأنطرة قرب محافظة الإسماعيلية، يعني في نطاق قريب من أجواء المواجهات. وفي نفس الفترة دي كان في فرق صحفية وإذاعية بتروح تنقل الأخبار من الميدان للناس، لكن زي أي مؤسسة عسكرية كان في خط أحمر واضح، مفيش أي كلام عن تفاصيل عسكرية أو تحركات أو معلومات ميدانية إلا بتصريح رسمي. هنا بقى حصل اللي بدأ يغير شكل القصة. يوسف اللي لسه جواه عقلية الكاتب والإذاعي شاف الصحفيين في المكان وبقى يتنطط زي الكورة الجلد، وبدأ يتكلم معاهم بشكل عادي ومن غير أي تصريح. في الأول ممكن يكون شايف إنه بيشرح أو بيحكي تجربة، لكن الكلام دخل في تفاصيل عسكرية ما ينفعش تتقال في الظروف دي. يعني بدل ما يلتزم بالقواعد قرر يتعامل مع الموقف كأنه جلسة حوار مفتوحة. المشكلة إن الكلام ما عداش، قائده كان موجود وسمع اللي بيتقال بنفسه، وساعتها الموقف اتقفل بسرعة، لأن في الجيش وقت الحرب مفيش مساحة للاجتهادات الشخصية في الأمور دي.
وتم توقيفه فوراً وفتح تحقيق عسكري معاه. وبعد التحقيق اتوجهت له تهمة مخالفة التعليمات العسكرية والإدلاء بمعلومات بدون إذن رسمي. النتيجة كانت واضحة: السجن الحربي، وقضى هناك حوالي 9 شهور كاملة. وبعد ما يوسف سمير سرحان خرج من السجن الحربي، ما خرجش وهو ندمان أو راجع يفكر في اللي عمله، بالعكس خرج وهو شايل جواه غضب وكراهية أكبر من الأول. بدل ما يعتبر اللي حصل له درس، بدأ يشوف نفسه ضحية، وابتدى يحمل البلد كلها مسؤولية اللي وصل له. ودي كانت أول علامة إن اللي جواه ما كانش مجرد إحباط عابر، لكن بداية انحراف حقيقي في تفكيره. المهم يا سيدي، أول ما خرج راح على بيت أهل زوجته نبوية إبراهيم. الناس هناك كانوا فاكرينه مات في الحرب عشان غيابه كان طويل ومفيش أي أخبار واضحة عنه. فجأة لقوه قدامهم. بعد ما شرح لهم اللي حصل، خد مراته وراح على شقته اللي في بيت خاله. وهنا بقى حصلت المفاجأة اللي مش محسوبة. خاله كان بايع كل العفش اللي في الشقة، وكمان طرده من البيت بشكل مباشر. يعني باختصار لا بيت ولا عفش ولا حتى ترحيب خفيف كده على السريع. فاضطر هو وزوجته يسيبوا المكان ويروحوا يعيشوا في فندق بسيط جدا عشان يقللوا المصاريف. ومن هنا بدأت مرحلة مختلفة تماماً في حياته. المهم، يوسف رجع تاني للصحافة والكتابة، بقى يلف على الجرايد والصحف عشان يكتب مقالات ويكسب منها أي دخل يساعده يعيش. بس المشكلة مش كانت في الكتابة نفسها، المشكلة في نوع الكتابة اللي بدأ يقدمه. المقالات اللي كان بيكتبها في الفترة دي كانت ماشية في اتجاه واضح جدا: إحساس بالهزيمة، نبرة يأس، تشكيك في القدرة على المواجهة، وكأنه بيقدم الهزيمة كأنها أمر حتمي لا مفر منه، بدل ما يكون في أي محاولة لرفع المعنويات بعد اللي حصل في حرب يونيو 1967. كان بيكتب بشكل بيزود الإحباط عند الناس. والأسلوب ده ما عجبش الجهات الرسمية وقتها، لأن الكتابات دي ما كانتش مجرد رأي، لكن كان بيتشاف إنها بتأثر على الناس بشكل سلبي، وبتوجههم لقبول فكرة الهزيمة وكأنها النهاية الطبيعية لأي مواجهة. الموضوع كبر أكتر لما طبع ديوان كامل محتواه فيه سخرية من الأوضاع العامة وانتقادات للجيش والدولة بشكل مباشر. ساعتها وزارة الداخلية تدخلت وتم وقف نشر الديوان فوراً، وكمان اتبعت له رسالة واضحة: اكتب براحتك، لكن من غير تحريض أو إساءة أو لعب على عقول الناس. وده كان الإنذار التاني ليه من وزارة الداخلية. لكن بدل ما يراجع نفسه، كان عنده إحساس إن الضغط عليه بيزيد، وكمان وصلوا كلام إن اسمه ممكن يدخل في قوائم سوداء أو قوائم الممنوعين من السفر. ساعتها بدأ يفكر بشكل مختلف تماماً، مش في إنه يصلح مساره، لكن في إنه يخرج من الصورة خالص ويسافر. وفعلاً بدأ يجهز أوراقه وطلب جواز سفر ليه ولزوجته، وكان هدفه واضح: يسافر ويخرج من مصر نهائياً. وفي أواخر سنة 1968 حدد يوم السفر، وأخد زوجته معاه، وقرر يطلع على ليبيا عن طريق البر. يمكن كان فاكر إن الدنيا هتمشي معاها زي ما هو مخطط، وإنه هيعدي من غير ما حد يسأله. لكن أول ما وصل منفذ السلوم كانت المفاجأة اللي وقفت له الخطة كلها. الموظف بص في الورق، وبعد شوية رفع عينه وقال له: اسمك موجود في الممنوعين من السفر. الجملة نزلت عليه زي الصاعقة، لأن الأول مرة يوسف حس إن الدولة بدأت تشوفه على حقيقته، مش مجرد شاعر بيكتب كلمتين وخلاص. رجع من السلوم على القاهرة وهو مش مستوعب إن الباب اتقفل في وشه بالشكل ده. لكن بدل ما يفهم الرسالة، قرر يعمل حاجة أغرب. راح بنفسه على مكتب وزير الداخلية وقتها، شعراوي جمعة. السكرتير حاول يوقفه وقال له: يا أستاذ، المقابلة مش سهلة بالشكل ده. لكن يوسف رد بعصبية: أنا مش ماشي من هنا إلا لما أقابله. وبالفعل بعد إصرار دخل المكتب. أول ما قعد قدام شعراوي جمعة، بدأ يتكلم بنبرة كلها تمثيل غضب وقال: انتوا عايزين مني ايه؟ انا حتى ماشي وسايب لكم البلد. لو عايزين تحبسوني احبسوني، لو عايزين تقتلوني اقتلوني، لكن سيبوني امشي. شعراوي جمعة بصله بهدوء وقال له: بلاش الدور ده يا عم يوسف، وسيبك من وش المظلوم اللي انت لابسه ده. انت كل شوية تكتب كلام يكسر الناس، ولما البلد تستحملك تقوم تزودها.
يوسف حاول يلبس وش البراءة وقال: أنا مش هتكلم على البلد بره ولا هقول كلمة، أنا بس عايز أعيش. الوزير سأله مباشرة: هتروح فين؟ رد بسرعة كأنه مجهز الإجابة: هروح لبنان، أعرف ناس هناك ويمكن أطبع دواويني وأشوف لي شغل. الكلام كان مرتب زيادة عن اللزوم، وكأنه محضر المشهد من قبل. وبعد مناقشة صدر القرار بالموافقة على سفره وتسليمه جواز السفر وأخذ الإذن الرسمي بالمغادرة. وبعد ما يوسف سمير سرحان خرج من مكتب شعراوي جمعة وهو ماسك تصريح السفر في إيده، كان اللي حواليه فاكرين إنه فعلا هينفذ كلامه ويروح لبنان زي ما قال، وربنا يهديه ويسيب البلد في حالها ويبطل يدمر نفسية الناس. لكن زي ما هو ما اتغيرش. الكلام عنده كان حاجة واللي ناوي عليه حاجة تانية خالص. بدل ما يركب على بيروت، غير اتجاهه في آخر لحظة وسافر على ليبيا في بدايات سنة 1969. ومن أول خطوة هناك بدأ يظهر الوش الحقيقي تاني. يوسف ما دخلش ليبيا كإنسان بيدور على بداية جديدة، لكنه دخل وهو شايل معاه نفس العقلية اللي خرج بيها من مصر، عقلية الشخص اللي شايف نفسه أذكى من كل اللي حواليه. أول ما وصل الأراضي الليبية بدأ يحاول يوصل لحد كبير يسمع له، لحد ما قدر يرتب مقابلة مع الملك محمد إدريس السنوسي. وهنا يوسف لعب الورقة اللي كان حافظها كويس. أخد زوجته معاه وكانت وقتها حامل وفي حالة صحية ضعيفة، ووقف قدام الملك في صورة الرجل المكسور اللي ملوش مكان يروح له. وبنبرة كلها استعطاف قال: يا جلالة الملك، أنا ماليش مكان أروح له، وزوجتي زي ما حضرتك شايف مريضة، وأنا كل اللي بطلبه فرصة أعيش واشتغل. الملك محمد إدريس السنوسي كان عارف هو مين، وعارف كمان إن يوسف مش مجرد شاعر عادي، لكنه شخص كلامه دايما وراه مشاكل. فبصله وقال: أنا عارف إنك بتعرف تكتب، وعارف كمان إنك بتحب تدخل السياسة في كل حاجة، لكن علشان ظروف مراتك هنسمح لك تقعد. وبالفعل سمحوا له بالإقامة في ليبيا، وادوله فرصة يشتغل في إحدى الصحف الليبية. لكن قبل ما ينهي الكلام الملك قال له تحذير واضح وصريح: في حاجة لازم تبقى فاهمها، ليبيا علاقتها كويسة بمصر، وأنا مش هسمح إنك تقعد هنا وتهاجم بلدك من عندي. يوسف ساعتها هز راسه بسرعة وقال بنبرة مطمنة: اطمن يا جلالة الملك، مش هتطلع مني كلمة. والحقيقة إن الكلمة دي عند يوسف كانت أرخص من الهوى، لأنه بمجرد ما استقر شوية وبعد شهور قليلة فقط ظهر طبعه الحقيقي. في شهر يوليو سنة 1969 كتب مقال هجومي عنيف ضد الدولة المصرية، مليان تحريض وكلام واضح فيه شماتة وتشويه، وكأنه ما تعلمش من اللي حصل قبل كده. المقال وصل للملك بسرعة، ولما قراه فهم إن الراجل ده مشكلته مش مع مكان، مشكلته مع نفسه، لأنه الشخص اللي يبيع بلده مرة سهل جدا يبيع أي حد بعد كده. الملك وقتها ما طولش في الكلام وطلع القرار فورا: يوسف سمير لازم يغادر ليبيا خلال 24 ساعة. يوسف وزوجته بقوا في موقف صعب جدا، خصوصا إن زوجته كانت حامل وحالتها الصحية مش أفضل حاجة. اضطروا يسيبوا ليبيا بسرعة ومن غير أي بديل جاهز. حاولوا يسافروا لأي دولة أوروبية، لكن المفاجأة إن أغلب الدول رفضت استقبالهم. وفي الآخر وبعد لف ودوران بين المطارات استقر بيهم الحال في اليونان. ومن أول ما وصل اليونان وبدأ يعيش نفس السيناريو القديم، يدور على أي طريقة يثبت بيها نفسه أو يلاقي منفذ جديد. وبدأ هنا يستخدم نفس الأسلوب اللي اتعود عليه، يقدم نفسه ككاتب مظلوم وكأنه مطارد من بلد لبلد، وكل اللي عايزه فرصة يعيش بس. في الوقت ده قرر يفتح باب جديد، وهو موضوع اللجوء السياسي. بدأ يدور على أي حد يسمعه أو يساعده يدخل بلد بشكل رسمي بعيد عن مطاردات أو مشاكل سابقة. وخلال وجوده في اليونان حصل اللقاء اللي غير الاتجاه تماما، لكنه للأسف مش للأحسن. قابل صديق قديم كان يعرفه من فترة وجوده في القاهرة، واحد كان شغال في السفارة الكوبية هناك، وبعدين انتقل للسفارة الكوبية في أثينا. يوسف راح له وهو شايل همه وقال له: أنا مش عارف أروح فين بعد كده،
كل الأبواب بتتقفل في وشي. الراجل الكوبي سمعه بهدوء وبعدين قال له الجملة اللي كانت زي مفتاح باب ضلمة: بص يا يوسف، بصراحة كده مفيش دولة هتستقبلك بسهولة، لكن في حل واحد بس لو عايز تمشيه، هو إنك تروح لعدو مصر نفسه. يوسف سكت لحظة وبصله باستغراب. تقصد إيه يعني؟ الصديق ابتسم ابتسامة خفيفة وقال: أنت لكي مش محتاج أشرح أكتر من كده، أقصد إسرائيل. وفعلا تاني يوم مباشرة خد بعضه وراح طالع على السفارة الإسرائيلية في أتينا. أول ما وصل طلب يقابل المسؤول هناك، وفعلا ما استناش كتير، استقبله السفير الإسرائيلي آلي دويك، وبأسلوب رسمي جدا قال له: اطلب تحت أمرك وتأكد طلباتك هتتاخد في الاعتبار. يوسف من غير ما يضيع وقت قال طلباته بشكل مباشر كده: أنا عايز حاجتين بس، الأول اللجوء لإسرائيل، والتاني شغل في الإعلام، يعني ميكروفون زي ما بيقولوا. السفير ابتسم وقال له بهدوء: ما تقلقش، كل حاجة هتمشي، بس الموضوع محتاج شوية إجراءات أمنية. ومن هنا بدأت المراجعة الحقيقية، وأول خطوة كانت اختبار أمني كامل على جهاز كشف كذب، أسئلة دقيقة عن كل حاجة في حياته من طفولته لحد اللحظة دي. يوسف عدى المرحلة دي وده خلاهم يكملوا معاه. بعدها طلبوا منه حاجة تانية: اكتب لنا كل حاجة عنك، كل تفصيلة من أول ما اتولدت لحد ما دخلت هنا. يوسف قعد يكتب صفحة ورا صفحة، كأنه بيقدم ملف كامل عن حياته، مش مجرد سيرة ذاتية. لكن الموضوع ما وقتش عند كده. اللي كان باين بعد شوية إنهم مش بس مهتمين بيه كشخص، لكن كمان كأداة. طلبوا منه يجيب كل مقالاته القديمة وكل الأعمال الإذاعية اللي كتبها في مصر. يعني ببساطة كانوا بيجمعوا كل أدواته اللي بيعرف بيها يكتب ويأثر. وفي وسط كل ده السفير سلمه مبلغ بسيط حوالي $300 وقال له: استنى كام يوم وهنتواصل معاك. الأيام عدت وجاله الرد، الموافقة على السفر لتل أبيب. ووقتها قرر يحكي لمراته كل حاجة مرة واحدة. ومراته أول ما سمعت رد فعلها كان صريح جدا: انت رايح برجلك لحد اللي أذوا بلدنا؟ انت فاكر نفسك رايح فين؟ هو حاول يبرر وقال لها بهدوء: أنا خلاص أخدت القرار، يا تيجي معايا يا كل واحد في طريقه. وبعد ضغط وافقت تروح معاه، لكنها اشترطت شرط واضح: بس أول ما نوصل أنا مش عايزة أسمع اسم تل أبيب، أنا عايزة أعيش في القدس. وفي أواخر سنة 1969 يوسف سمير سرحان وصل مع زوجته لتل أبيب. ومن أول لحظة وصلوا فيها الموضوع ما كانش ترحيب وخلاص، كان في شروط واضحة وصريحة جدا. أول حاجة قالوها لهم: من النهاردة مفيش حاجة اسمها يوسف سمير ولا نبوية إبراهيم. وبهدوء كده كأنهم بيبدلوا بطاقتهم في مكتب مش أكتر، تم تغيير الأسماء بالكامل. يوسف سمير بقى اسمه نبيه سرحان، وزوجته بقت ليلى موسى. كمان قالوا لهم بصراحة: هويتكم القديمة هتتنسي تماما، انتوا دلوقتي مهاجرين يهود من أصل ليبي. يوسف رد وقتها بهدوء غريب، قال: تمام، المهم نبدأ من جديد. وفي نفس اللحظة تقريبا اتعرض عليه شغل في الإعلام الإسرائيلي، وبرنامج إذاعي كامل هو اللي يختار اسمه ويقدمه بنفسه. بمعنى تاني دخل على شغل جاهز بس بشروط جديدة وهوية جديدة. لكن في نقطة واحدة كان مصر عليها: مراتي ما ينفعش تفضل هنا في تل أبيب، خلونا نعيش في القدس. والمفاجأة إن الطلب ده اتقبل، وبالفعل خلال وقت قصير جدا الاتنين اتغيرت هويتهم رسميا. يوسف سمير انتهى ونبيه سرحان بدأ يظهر. بعد كام يوم بس زوجته نبوية إبراهيم أو ليلى موسى ولدت أول طفل ليهم هناك، وكانت بنت اسمها حياة نبيه سرحان. ومن هنا بدأت المرحلة الجديدة بالكامل. نبيه سرحان دخل عالم الإعلام وابتدى برنامج إذاعي مشهور اسمه ابن الريف، وكان دايما يبدأ حلقاته بجملة ثابتة: إخواني أولاد مصر الطيبين. جملة شكلها بسيط، لكن اللي كان بيحصل بعدها كان مختلف تماما.
البرنامج كان بيستخدم الشعر والحكايات والدراما الإذاعية، لكن في اتجاه واضح: توجيه أفكار معينة وتشويه صورة وبث رسائل ضد بلده اللي طلع منها. ومع الوقت حياته استقرت ما بين القدس وتل أبيب، وبقى عنده أسرة هناك، وأنجب من زوجته ليلى أو نبوية 3 أبناء تانيين، وهم حياة نبيه سرحان، وسامي نبيه سرحان، وسيرة نبيه سرحان. في نوفمبر 1977 أعلن الرئيس محمد أنور السادات عن زيارته لإسرائيل، ووسط الجو ده كان نبيه سرحان شغال في الإذاعة الإسرائيلية. اللي كان غريب إن زوجته ليلى موسى هي اللي ضغطت عليه جامد قبل الزيارة وقالت له: دي فرصتك، لازم تقابل السادات وتطلب ترجع مصر. هو في الأول ما كانش متحمس، لكن في الآخر راح مع الوفد الإعلامي هناك. وفي المطار الجو كان مليان صحفيين ومراسلين، وكل الناس حوالين السادات. وفي وسط الزحمة دي نبيه سرحان كان واقف، وناس من الوفد استغربوا وجوده لأنهم عارفينه كويس. نبيه شاف الفرصة وقرب من السادات وقال له: أنا عايز أرجع مصر، سامحني أنا ومراتي. المفاجأة هنا إن السادات بصله وقال بهدوء: إيه ده؟ أنت هنا؟ إحنا كنا فاكرينك في ليبيا. على العموم أنت في أمان، وممكن ترجع مصر في أي وقت. المشهد كان واضح قدام كل الموجودين، وكلام السادات اتسمع من الجميع، وده عمل ضجة كبيرة وقتها. بعد الزيارة الصحافة الإسرائيلية بدأت تنشر خبر وجوده، وإنه مصري ومندس في تل أبيب. المهم إن نبيه رجع لمراته بعد الموقف وحكى لها كل اللي حصل. هي في الأول اتفاجأت، وبعدها فرحت جدا لأنها شافت إن باب الرجوع لمصر لسه مفتوح، وإن في فرصة حقيقية لو قرر يرجع. والحقيقة إن مراته ليلى موسى كانت حاسة إن دي فرصة لازم تتاخد بجد، وبدأت تتحرك بسرعة. قدمت هي والأولاد على جوازات السفر المصرية، وفعلا الأمور مشيت وتوافق لهم على التأشيرة ودخول مصر. نبيه في المقابل كان موقفه ثابت تقريبا: انتوا انجعوا مصر، أنا هفضل هنا. الجملة دي كانت صادمة، لكنه قالها بوضوح. ليلى ما عرضتش وقتها، وأخدت القرار وركبت مع الأولاد وراحت على القاهرة. وبالفعل وصلوا مصر وابتدت حياة جديدة هناك. بس اللي حصل إن الهدوء ما استمرش. بعد حوالي أسبوعين بس الأولاد بدأوا يتغيروا في إحساسهم. الأجواء في مصر كانت مختلفة عليهم، وبدأوا يحسوا إنهم فقدوا حياتهم القديمة في القدس. على إيه رغم إن البنت الكبيرة حياة كانت عندها حوالي 8 سنين، وسامي 7 سنين، وأصغر بنت حوالي 5 سنين، يعني أطفال لسه في سن التعلق الشديد بالمكان. ومع الوقت الضغط بدأ يزيد على الأم: إحنا عايزين نرجع، إحنا مش مرتاحين هنا. في الأول حاولت تقاوم، لكن مع الإلحاح المستمر من الأولاد بدأت تتغير قناعتها. وفي النهاية جمعت نفسها تاني وأخدت الأولاد وركبوا راجعين على القدس. بعد ما رجعوا القدس الحياة استمرت هناك بشكل طبيعي بالنسبة له، وبقى نبيه سرحان جزء من المجتمع والإعلام في إسرائيل. استمر في شغله في الإذاعة، وفضل بيقدم برنامجه بالعربي زي ما هو بنفس الأسلوب اللي اتعود عليه. وفي حياته الشخصية اتجوز مرة تانية من سيدة فلسطينية، واستقر معاها في مستوطنة اسمها جيلو اللي مقامة على أرض بيت جالة. وأولاده كبروا كل واحد في طريق مختلف. حياة نبيه سرحان بقت مطربة معروفة في إسرائيل، وسامي دخل مجال التمثيل، والبنت التالتة في روايات إنها دخلت الجيش، وفي رواية تانية إنها اشتغلت في الفن التشكيلي وبترسم في شوارع تل أبيب. وفي أواخر حياته ظهر مرة في مستشفى هداسة في القدس الغربية بعد حادثة اختطافه من خلال مجموعة مسلحة فلسطينية، وبعدين تم إطلاق سراحه بعد ما تأكدوا إنه مفيش تأثير أو قيمة عسكرية أو أمنية منه. وفي سنة 2013 انتهت حياته هناك. ملف الخاين نبيه سرحان الهدف منه إننا نعرف إن خيانة الوطن مش دايما سلاح أو أسرار عسكرية. أوقات بتكون كلمة أو فكرة أو قلم بيكتب في الاتجاه الغلط. في ناس ما شالوش سلاح، لكن أثر كلامهم كان بيهز ثقة الناس في بلدهم وبيضعف إحساسهم بالانتماء.
الخطر الحقيقي مش في اللي بيهاجم من بره، لكن في اللي بيأثر من جوه بهدوء من غير ما حد ياخد باله. كلمة صغيرة ممكن تبني أمة، وكلمة تانية ممكن تهدمها من غير صوت. وبكده نكون قفلنا ملف الخاين يوسف سمير سرحان، والسلام عليكم، وتصبحوا على ألف خير. وستبقى مصر أرضاً وشعباً وتاريخاً لا ينكسر.